في الفيديو النهاردة هنعمل الماتيلدا كيك، وهي كيكة شوكولاتة ومحشية شوكولاتة وهي بصوا كلها على بعضها كده تحس ان انتوا بتاكلوا قطعة شوكولاتة مش كيك خالص. دي للناس اللي بتحب الشوكولاتة قوي قوي، لان هي ما فيش فيها اي صوصات ولا فيها كريم شانتيه ولا اي حاجة، هي شوكولاتة كده على بعضها من اولها لاخرها. المكونات بتاعتها كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية الا ربع زيت، 3 بيضات وفانيليا طبعا، ودقيق وكاكاو. المكونات كلها انا كاتباها. اول حاجة هنسخن الفرن على درجة حرارة 180، وبعد كده بقى هنجيب البيكنج باودر والبيكنج صودا الاتنين نحطهم على الدقيق والكاكاو الخام. الفانيليا كمان هنحطها على البيض علشان ما ننساش حاجه. وهنجيب الصواني اللي احنا هنعمل فيها الكيكه، ممكن نحطها كلها في صينيه كبيره، ممكن صينيتين زي ما انتوا عايزين الشكل بتاعها في الاخر طلعوها عادي. هندهنها ونجهزها، وبعد كده هنجيب كوبايه اللبن. احنا عايزينها تكون سخنه، هنسخن كوبايه اللبن ونحط عليها معلقه نسكافيه، دي بتعزز طعم الشوكولاته او بتقوي طعم الشوكولاته قوي. هبدا اول حاجه بضرب البيض، هحط ال3 بيضات. هحط ال3 بيضات والفانيليا على بعض، اصلا حطاهم من الاول على بعض. هحط عليهم كوبايه السكر وهضربهم كلهم بالمضرب اليدوي. يعني انا اصلا الكيكه مش هستخدم فيها مضرب كهربائي ولا خلاط ولا اي حاجه، كل المكونات كده بالراحه هنحطها على بعض وهنعملها بالمضرب اليدوي عادي. اول ما اللون بتاع الخليط بتاع السكر والبيض هيفتح كده، هنروح منزلين كوبايه الزيت. هنقلب كمان شويه بالمضرب لحد لما كمان الزيت هيختفي خالص خالص ونحس ان هو اندمج مع الخليط. هنروح بقى نازلين بالمكونات الجافه. اللبن انا مسخناه وحاطه عليه معلقه النسكافيه، هسيبه في الاخر. هنزل بقى بالكوبايتين دقيق ونص كوبايه كاكاو خام، عليهم كيس بيكنج باودر ومعلقه صغيره بيكنج صودا. وكل حاجه لها لازمه في المقادير، يعني يا ريت نلتزم بالمقادير كلها زي ما انا عاملاها بالظبط. هاجي بقى بعد كده هضرب المكونات مع بعض، بس هحس طبعا الخليط تقيل جدا عشان هو يعتبر لسه ما فيش سوائل، ما فيش لبن لسه خالص حطيناه. لما هتتكون عندك زي كتله كده تقيله قوي، بس الدقيق هيبتدي يختفي شويه بشويه. هروح نازله بكوبايه اللبن السخنه اللي عليها معلقه نسكافيه اللي احنا جهزناها من الاول. وبرضه هيبقى صعب يعني في الاول تقليبه، بس شويه بشويه هنلاقيه بقى ابتدى يبقى شبه خليط الكيك اللي احنا متعودين عليه، اللي هو السمك اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وطبعا لما هنيجي نقلب هيبقى في اتجاه واحد علشان البيكنج باودر يعني مفعوله ما يبصش. هفضل بقى اقلب كده لحد لما هوصل لخليط الكيك اللي انتوا شايفينه ده. انا مجهزه الصينيتين اللي انا مجهزاهم دهناهم يعني، وبعد كده بقى احط الكيك فيهم الاتنين بالنص، يعني شويه في الصينيه دي وشويه في الصينيه دي. طبعا ممكن تحطوهم كلهم زي ما قلت لكم في صينيه واحده، ممكن صينيتين اكبر زي ما انتوا عايزين. انا حاططهم في الصينيتين وهخرج الهواء منهم، اخبطهم خبطتين كده وبعد كده ادخلهم في الفرن اللي انا مسخناه من قبل ما هبدا اصلا. هيقعدوا تقريبا من نص ساعه لساعه الا ربع لحد لما الكيك يستوي. في الوقت ده كده انا هجهز الشوكولاته. 400 جرام شوكولاته دول يعني قالبين من الشوكولاته بتاعه المطبخ، عليهم 200 جرام قشطه او كريمه حلويات او لبن زي ما انتوا عايزين، زائد كمان ربع كوبايه لبن صغير علشان الخليط ما يبقاش يعني بتاع الشوكولاته تقيل قوي. هقلب كل المكونات دي على بعض الاول. سخنت الشوكولاته في الميكرويف لحد لما هتدوب، وبعد كده القشطه هجيبها وهروح منزلاها على الشوكولاته. القشطه هتكون 200 جرام، العلبه اللي مكتوب عليها 200 جرام، او انا جايبه علبتين كل علبه مكتوب عليها 100. انا عايزه يعني القشطه تكون نص المقدار بتاع الشوكولاته. وبعد كده هقوم حاطه عليهم كمان ربع كوبايه لبن، بس هو التصوير ما جابهمش، بس انا حطيت ربع كوبايه لبن صغيرين كمان. وبعد كده بقى هفضل اقلب. طبعا القشطه علشان ساقعه شويه، مش يعني بدرجه حراره المطبخ مش سخنه زي الشوكولاته، هتجمد الشوكولاته شويه، بس بالضرب معايا وبالخلط الجامد هتروح بقى كلها تتكون لي صوص زي شوكولاته كده بس تقيله شويه. انا هدخلها التلاجة لحد لما الكيك يخرج من الفرن ويبرد، وارجع احشي الكيك بيه تاني بقى. الكيك خرج من الفرن، هخرجه من الصينيه بتاعته واسيبه على شبكه او على الرخامه كده لحد ما يبرد. اول ما يبرد انا سبته بس تقريبا ساعه. هشيل الحته العاليه بتاعه الوش دي عشان دي هتبوظ شكل الكيك، لان انا هقسمه اتنين واحط الكيكتين على بعض. هشيل الوش بتاع الاتنين، وبعد كده كل كيكه هقسمها اتنين. انتوا كان ممكن تسيبوهم زي ما هم كده، بس انا عايزه طعم الكيكه تكون غنيه شوكولاته قوي، فانا عايزه اعملهم يعني 4 طبقات عشان احشيها من النص شوكولاته كتير. هقطعها كده، هي اصلا الكيك صغير مش كبير فتقطيعه هيكون سهل خالص. المهم ان هو يكون بارد، يعني اهم حاجه يكون بارد عشان ما يتكسرش معايا. بعد كده برضو هعمل التانية، هقسمها من النص برضو زي ما عملت الاولانيه بالظبط. بالظبط كده. هنضف بقى كل حاجه وهجيب الطبق او الصينيه اللي انا هعمل فيها واحط اول طبقه كيك. وهسقيها بقى لبن بشوكولاته، لبن بنسكافيه زي ما انتوا عايزين. انا عشان اقوي الطعم اكتر حطيت لبن على نسكافيه، ممكن تسقوها لبن بس زي ما انتوا عايزين.
الشوكولاته جامده جدا جدا، وعشان الجو برد انا خرجتها من التلاجة قبل ما هبدأ بشويه، بس برضو فضلت جامده. حاولت اوزعها كده بالراحه، طبعا انتوا مش متخيلين طعم الكيك هيبقى عامل ازاي بالشوكولاته دي، لان هي فعلا شوكولاته خالص. هافضل احطها كده، وكل طبقه هحطها هسقيها. كل اللبن اللي وقع ده هي الكيكه هتشربه عادي. وبعد كده كل مره هحشي طبقه شوكولاته من الشوكولاته اللي انا عاملاها دي. انتوا كان ممكن مثلا تحشوها، تزودوا حشوتها مثلا نوتيلا، بس هي اصل الكيكه ديت هو الجناش ده، حشوه الشوكولاته دي. بس عادي ممكن تحطوا اي نوع شوكولاته انتوا عايزينه، يعني مش هتفرق في الطعم كتير. بعد كده اخر طبقه خالص انا سيحت، حطيت الشوكولاته في الميكروف عشان اعرف يعني املس الكيكه، او يعني ادهنها كده على الكيكه كلها، من بره. زي ما بنعمل التورته بالكريم شانتيه بالظبط، بس هي هتكون شوكولاته. حطيتها بس في الميكرويف يعني 30 ثانيه، اول ما فكت نزلت بيها على التورته بسرعه، لان هي يعني دقيقة وهتجمد على طول على على التورتة. طبعا هي هتسيح اي، يعني عشان هي سخنة شوية هتلاقوها سيحت الشوكولاتة اللي جوه. بس عادي انا هفضل افردها كده عليها على قد ما اقدر، يعني بسرعة خالص، علشان هي او يعني لحظة في لحظة كده واحنا بنعمل هنبص نلاقي الشوكولاتة مسكت في الكيكة برضو، وتقلت تاني. يعني بقت شوكولاتة تاني عادي. هافضل اعملها بقى كده، وبعد كده هاجيب يعني اي حاجة تانية بقى حادة، او يعني نضيفة ما فيش فيها شوكولاتة، وهافضل بقى امشي بيها بالشكل ده كده. هو اصلا شكل الماتيلدا كيك بيكون كده، بتكون الشوكولاتة عليها ماشية كده زي دواير دواير كده. بتكون بنفس الشكل ده. بالضبط كده، هي كده خلصت خلاص، وأنا ما دخّلتهاش تلاجة ولا حاجة، أنا سِبتها برّه. هي أصلًا من برودة الجو هي هتكمل على طول. عايزة أقول لكم إنها كيكة رهيبة بجد، كلّها شوكولاتة طعمها حلو جدًا، الكيكة نفسها طرية أوي، أوي، وأنا كمان ساقيتها طلعت أكتر. طعم النسكافيه مع الشوكولاتة، يعني هو مش مدّي طعم النسكافيه خالص، هو كلّه كده على بعضه في الآخر مدّي طعم الشوكولاتة. بس طعمها حلو جدًا، يعني يا ريت ما حدش ياكل من الكيكة دي غير حد بيحب الشوكولاتة أوي، لإن هي كلّها على بعضها غرقانة. جرّبوها وقولوا لي رأيكم فيها إيه.